السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات الكرام والكريمات في هذه الحلقة جديدة من برنامج أو قناة كيفاش بالدارجة. القناة اللي كنحاولوا ما أمكن نقدموا فيها معلومات قانونية تتم المواطنين المغاربة. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نتكلموا على موضوع جديد كيتعلق بالأسرة المغربية وبمدونة الأسرة. كل شيء تيتكلم على التعديلات الخاصة بمدونة الأسرة الجديدة وأهم المستجدات اللي ممكن تكون فيها، واش فعلا المرأة ممكن تقتسم الحصيصة مع الرجل في حالة الطلاق، واش فعلا الولاية تنتقل للمرأة بلا الحاجة للرجوع للراجل، واش ممكن المرأة في حالة الطلاق تاخذ الدار إلا كانت هي اللي حاضنة على الأطفال ديالها. هذه كلها أفكار منتشرة بزاف في وسائل التواصل الاجتماعي. في هذه الحلقة غنتكلم إن شاء الله على مدونة الأسرة الجديدة والحقيقة ديال هذه المستجدات اللي ذكرنا. قبل ما نتكلم على هذه المستجدات نتكلموا بعدا على شنو هي مدونة الأسرة. في 1961 صدر أول قانون تينظم الأسرة في المغرب وتسمى في ذاك الوقت بمدونة الأحوال الشخصية. من بعد تعدل بزاف ديال المرات، وأهم هذه التعديلات هو اللي كان في 2004 اللي تبدلات فيها السمية ديال القانون وصبحت مدونة الأسرة كيف ما تنعرفوها اليوم. مدونة الأسرة ديال 2004 عطات بزاف ديال الحقوق للمرأة ودارت ثورة في المجتمع المغربي، ومن هذه الحقوق المساواة ديال المرأة مع الراجل في بزاف ديال المجالات، وضيقات بزاف على الراجل اللي بغى يدير التعدد وربطاتو بالموافقة ديال المرأة، بمعنى لما وافقتش ليه المرأة ما يمكنش يدير التعدد. وعطات الحق للمرأة تطلب الطلاق، وهو اللي تيتسمى اليوم بتطليق الشقة، بالإضافة الولايه ديال المراه على راسها، بمعنى الا بغات تزوج ممكن تزوج راسها براسها بلا الموافقه ديال الاب ديالها. واهم من هذا الشيء كامل هو الماده 49 اللي تتكلم على تدبير الاموال المكتسبه بين الزوجين. طبعا الحركات النسائيه في المغرب ما بقاش عاجبها الحال ودارت بزاف ديال النضالات باش المراه تاخذ الحقوق اكثر، وكذلك بسبب التغيير اللي وقع في المجتمع المغربي، والمراه ما كانتش كتخدم، على الاقل ما كانش كتخدم خارج البيت، اليوم ولات كتخدم، والمشاكل الكبيره طبعا اللي تتعيشها الاسره في المغرب اليوم، واللي ابرزها مشكل الطلاق كل سنه، وكذلك تراجع نسبه العزوف على الزواج، الشيء اللي خلى الملك باعتباره امير المؤمنين ورئيس الدوله يدعي في خطاب العرش في 2022، الخطاب اللي شفناه طبعا كاملين، المراجعه ديال مدونه الاسره مع احترام طبعا بعض الضوابط، منها الشريعه الاسلاميه باعتبارنا احنا مسلمين، والمذهب المالكي باعتبارنا اننا كنطبقوا المذهب المالكي في المغرب، وخصوصا وايضا فيما يخص الخصوصيات ديال المجتمع المغربي اللي فيها الاعتدال والانفتاح. وقال القولة الشهيرة ديالو: لن أحلل حراما ولن أحرم حلالا. في 2023 وجه الملك محمد السادس رسالة لرئيس الحكومة من خلال بيان للديوان الملكي كيوجهوا فيها لتعديل مدونة الأسرة، ويشارك معاه طبعا وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وطبعا بعض الهيئات الدستورية الأخرى بحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى العلمي الأعلى إلى آخره. الشارع المغربي اليوم كله تيتكلم على التعديلات اللي جات بها المدونة الجديدة، وهي مازال ما خرجت كاع. اللي كاين الخوت هو ان الجمعيات والحركات النسائيه تطالبوا بتعديلات في بعض المواد اللي تتعلق بزاف ديال المسائل، منها تطليق الشقه اللي هدم بزاف ديال الاسر. فقط في عام واحد سجلت المحاكم المغربيه 100,000 حاله طلاق، ومع الاسف واحد العدد كبير من هذه الحالات هو بسبب تطليق الشقه. مساله اخرى هي مسطره الصلح اللي مع الاسف بالشكل اللي تتم به اليوم ما عندهاش تاثير على المراه والراجل اللي باغيين يطلقوا، وتتكون مجرد مسطره شكليه ما عندها حتى شي دور. اللي خاص في هذه التعديلات الجديده في رايي هو يتعطى لمسطره الصلح حقها ويتعاد النظر فيها، خصوصا في الحكم اللي من اهليه والحكم اللي من اهلها. في بزاف ديال المرات تيكونوا هاد الحكمين هما سبب في الطلاق، داكشي علاش خاصهم يتختاروا بعنايه وتكون عندهم نيه حسنه ويكونوا فعلا باغيين يخيطوا ماشي باغيين يقطعوا العلاقه الزوجيه. مساله اخرى تتعلق بتزويج القاصرات، الجمعيات النسائيه غير كتذكر عليهم تزويج القاصرات تيجاروا. الا بغيتي تقلق شي نسويه اذكر عليها الماده 20 من مدونه الاسره.
هذه الماده تتسمح لقاضي الاسره باش يعطي الاذن بزواج القاصر، سواء كان ولد ولا بنت، وفي الغالب طبعا كيكونوا بنات، واخا ما يكونش عندهم 18 عام. واللي تيزيد يطلع لنسويه الدم هي ديك الفقره الاخرى من هذه الماده 20 اللي قال فيها المشرع ان قبول طلب تزويج القاصر غير قابل لاي طعن. دابا نشوفوا المساله اللي كلشي تيتكلم عليها، وهي اقتسام الثروه او الحصيصه اللي تتجمع خلال فتره الزواج. الماده 49 من مدونه الاسره ديال 2004 واللي مازال خدامين بها الى الان تتكلم على الاستقلال المالي للزوجين، ولكن يمكن لهم يتفقوا على استثمار وتوزيع ديك الاموال الى اللي جمعوا طبعا خلال فتره الزواج. وهذا الاتفاق ديالهم تيدار في ورقه مستقله على عقد الزواج. هو يمكن لشي واحد فيهم الا بانت ليه القضيه ديال اقتسام الثروه ما مسلكاش وبغى يهرب، ممكن يطلب من المحكمه تعفيه من هذا الاتفاق، وهذا الشيء جات به الماده 48 من مدونه الاسره. وفي حاله الا ما كانش شي اتفاق بيناتهم في حاله الطلاق، يمكن يثبتوا المساهمه ديالهم في الحياه الزوجيه بكل وسائل الاثبات اللي معروفه اليوم، بحال مثلا الرواسه او الفاكتورات او الا كاين شي عقود شراء الى اخره. المساهمه ديال الزوجه في الحياه الزوجيه ماشي يلاه بان اليوم، هو واحد النظام كان معروف في القديم بنظام الكد والسعايه، وكان منتشر في بعض المناطق في المغرب بحال سوس وجباله الى اخره. كانت المراه تشتغل مع الراجل في قطعه ديال الارض، ملي تيموت الزوج او تيكون طلاق يمكن ليها الطالب بنصيبها في الكد والسعايه. الجمعيات النسائيه بغات تطبق مفهوم الكد والسعايه في الاسره المغربيه، بمعنى في حاله حصول طلاق او وفاه الزوج، الزوجه تدي نصيب في الكد والسعايه واللي هو حصه في الثروه ديال الزوج، اما 20% او 30% او بين هاد النسبه هذه. مفهوم الكد والسعايه تنلقاو في مدونه الاسره بالضبط في الماده 49 اللي ذكرت قبيله، ولكن بشرط اثبات الزوجه المساهمه ديالها في الثروه، ونفس الشيء بالنسبه للرجل. ومن بين التعديلات اللي تطالبوا بها الجمعيات النسائيه وبعض البرلمانيين، بعض الفرق البرلمانيه اللي تقدموا بمقترحات، هي الولايه الكامله ديال المراه على الاولاد ديالها في حاله الطلاق، بلا ما تبقى ترجع للراجل كل مره بغات تقضي شي حاجه تتعلق بولادها، بحال الا بغات مثلا تبدل ولادها المدرسه او بغات تسافر بهم على برا. اذا هادو هما التعديلات اللي كلشي تيهضر عليهم اليوم. واش هذه التعديلات مطبقه اليوم وتيتم العمل بهم اليوم؟ الجواب لا، لا وجود لاي اقتسام للثروه ولا الولايه على الاطفال، فقط هي مجرد كلام على وسائل التواصل الاجتماعي. المدونه الجديده خدامه عليها الحكومه، من بعد تخرج مسوده، ومن بعد تولي مشروع قانون فيه اهم التعديلات، وغيدخل للبرلمان باش يناقشوه البرلمانيين، وإلا عجبهم يصوتوا عليه. ومن بعد 6 شهور اللي هي الفتره اللي عطى الملك رئيس الحكومه، تعرض هذا المشروع او هذا القانون على الملك محمد السادس في مجلس وزاري، وديك الساعه يصدر في الجريده الرسميه ويطبق على المواطنين المغاربه. الكره اليوم بين يدي البرلمانيين اللي هما نواب الامه، وهما اللي صوت عليهم الشعب، وهما اللي تيسمحوا بمرور القوانين وهما اللي تيرفضوها. ايوا خليو بعدا حتى تصدر مسوده ديال المدونه ونشوفوا التعديلات اللي فيها، وديك الساعه عاد نناقشوا التعديلات اللي تصلح واللي ما تصلحش. نتمناو هذه المدونه تجيب الجديد اللي يكون فيه خير للاسره المغربيه، اللي هي النواه ديال هذا المجتمع وهي الاساس ديال كل مجتمع صالح. فإلا كانت الاسره قويه وناضجه وصالحه، حتى المجتمع غادي يكون قوي وصالح. المراه والرجل عمرهم كانوا اعداء او خصوم في شي معركه اللي في الغالب الضحايا ديالها هم الاطفال. واغلب الظواهر اللي تيعيشها المجتمع اليوم هي بحال الجريمه ولا التشريد ديال الاطفال ولا التسول والانحلال في الاخلاق والقيم اللي ولينا كنشوفوه اليوم. السبب ديالو الاول هو التفكك الاسري والطلاق. الرجل عنده مكانته في المجتمع، حتى واحد ما يمكن يزايد عليها، والمراه كذلك هي المدرسه الاولى اللي كيتعلموا منها الاطفال. اذا اعددتها شعبا طيب الاعراف كما يقول الشاعر. والعلاقه بين الرجل والمراه علاقه تكامل، كل واحد يكمل الاخر باش في الاخر يديو السفينه اللي هي الاسره البر الامان. اخواني اخواتي، تنشكركم
بزاف على حسن المتابعه. واللي عنده شي تعليق ولا ملاحظه على المحتوى اللي كندير او لا على هذا الفيديو هذا، يخليه ليا في التعاليق، وانا راه ان شاء الله غادي نقراهم ونحاول نجاوب كاع الاخوان والاخوات. تنشكركم بزاف على الميساجات ديالكم، واستسمح الا كان شي خطا او نسيان. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.